السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل الباذنجان المخلل بكل سهولة. ده بقى العشق في الصيف، بقى بيبقى موجود جنب اي اكل. هو موجود طول السنة الباذنجان، بس بيبقى حلو قوي باذنجان الصيف، الباذنجان الفلاحي. ده باذنجان لقيته مع واحدة فلاحة بتبيعه كيلو وربع، كان ب10. الباذنجان التاني التخين شوية ده اللي هو مع البياعين كان الكيلو ب12 جنيه. انا بقى لقيت ده، بس انا بعمله قصير شويه البتنجان القصيره، بس ما لقيتش منه القصيره، لقيت مع ده بس حلو برضو ده. وشلت بقى الحته الخضراء بتاعته اللي فوق دي وغسلته، وخدت معايا بقى الدقه بتاعته، توم وشطه حراقه وقرن فلفل رومي. اللي بيحبه حراق قوي ما يحطش القرن الفلفل الرومي ده بقى، احنا بنحبه وسط يعني. وفرمته، هي الدقه هنا كانت محتاجه توم، انا كنت فرمه توم زودتها توم، يعني اما جيت احشي زودتها توم. بس انا مش هحتاج اللي انا فرمته ده كله، انا هاخد منها على قد الباذنجان. حطيت ملح، انا ما بحطش لا كمون ولا كزبره، بيديله طعم تاني كده، هو مش اكتر من الملح. ملح وخل وليمون وتوم وشطه، مش اكتر من كده. الكمون والكزبره بيديله طعم تاني كده وبيسمره، بيغمق الباذنجان. هاخد على قد بقى الكميه اللي انا عاملاها، وزودتها بعديها توم لما جيت احشي يعني، توم مفروم. بس اللي حابب يضيف بقى كمون يضيف عادي. انا بزود كده الخل، الليمون والخل، حطيت ربع كوبايه خل وليمونه. بشيل بقى البذر اللي فيها ده عشان البذر بيمرر، لازم يتشال. وبيتقلي برضو بيبقى جميل قوي. حطيت ميه بتغلي، حطيت فيها خل وهعصر عليه ليمون. كنت حاطه خل، او ممكن يتحط الباذنجان والميه ساقعه ونسيبه يغلي، بس بيتهري. مش عارفة الوقت بتاع الباذنجان هياخد وقت، انما كده عارفة الوقت. هتقفي جنبه 5 دقايق كده وتشوفيه، لو طاب هتطلعيه عشان ما يتهريش. انا كنت حاطه الخل من قبل ما احط الباذنجان، وهنا بعصر ليمون. سيبه ونغطيه، وبعد كده نشوفه طاب ولا ما طابش. وبعدها بقى بنطلعه المية على طول، ما نسيبوش في المية لا يتهري. والمية دي مش بنرميها بقى، ناخد منها الكمية اللي هنحطها على الباذنجان. آه، بتدي لون حلو للباذنجان يعني المية بتاعته. بعد ما بتبرد هنا بقى بحشي الباذنجان. الخلطة دي بقى بتديله طعم حلو اوي، لو بزود بحط كمون بتديله طعم تاني وبتسمر الباذنجان. في المحلات بيحطوا كمون، بس كده احلى والله، جربوه كده بس هيعجبكم. ولا بنحط بقى بنجر ولا حاجة، وبص لونه قبل ما احط حتى المية، لونه بنفسجي وطعمه تحفة والله يا جماعة. هنا بقى المية بتاعته اللي انا غليتها فيه، حطيت شوية الدقة اللي فضلوا، وعصرت ليمون، وحطيت ملح على قد الحدق بتاع المية. يعني حدقت المية لان مش حاطه ملح كتير في الدقة.
وضفت عليه. طعمه تحفة والله يا جماعة، طعمه تحفة، جربوا كده بس والله هيعجبكم. ده بص لونه تحفة وطعمه تحفة. يا السلام عليكم ورحمة